الواحد خايف يدعي على لعيبه الاهلي تتصاب اكتر ما هي متصابه او يضيع مننا الدوري. امبارح جابوا لنا نقطه من التعادل مع انبي. الدوري السنه اللي فاتت انت كنت ممكن تتعين وزير او محافظ اسهل من ان انت تجيب جون في الاهلي او بس تكسب الاهلي. فاحنا السنه دي يعني بتتكلم 9 مباريات في الدوري، كسبانين 5 مباريات بس، واخر 5 مباريات في الدوري احنا كسبانين مباراه واحده ومتعادلين 3 مباريات، وبنك الاهلي غلبنا مباراه. فانا شامم ريحه ان انديه الدوري يعني هتفوق على الاهلي او هيجي لها كده ان انت تلعب الاهلي طمعانه في الاهلي، فده احنا مش متعودين عليه. فاحنا شهر ابريل داخلين كده على حاجه احنا نبقى قاعدين ورا الشاشات دمنا محروق. فربنا ان شاء الله يسترها على خير ونستعيد كميه الاصابات اللي عندنا اللي ما فيش اي نادي هيستحملها. لكن احنا ليه نعطي امل لانديه زي بيراميدز، انديه زي الزمالك، ان هي تشم ريحه الدوري؟ يعني تشم ريحه الدوري ديت يعني دي صعبه بالنسبه لنا. لعيبه الاهلي تفوق بدل ما الجمهور يفوقها، والجمهور اللي موجود في الاستاد قليل جدا. مباراه امبارح لو موجود بس 1000 مشجع من الاهلي هيفوقوا اللعيبه ديت. ان احنا يخشوا فينا جونين بطريقه ساذجه زي كده لا ما بتحصلش ومش عايزين نشوفها تاني. فتحس كده ان الاهلي مش كل حاجه مظبوطه فيه. اللعيبه ماشيه بتتمشى امبارح في الملعب او في مباراه امبارح، انا شايف لعيبه بتتمشى. الحاجه الثانيه عمو كولر في تصريحاته يقول لك في 2 لعيبه بيلعبوا لنفسهم ما بيلعبوش لمصلحه الفريق. انت كمدرب دورك ايه ووظيفتك ايه؟ فلا محتاجين وقفه. مباراه زد نكسبها، ما عندناش رفاهيه ان احنا نخسر فيها. تخش الزمالك تدعك في ابوه كالعاده، تفرح جمهورك تسعده، تقرب لصداره الدوري. وزي ما بنقول يعني اضرب حد عشان الناس دي كلها يعني تخاف وتتعظ، عشان لما تلعب اي فريق يبقى عارف قيمته تاني. لكن لا، اللي احنا شايفينه الناس كلها طمعان. الواحد امبارح ساعه ما بيشوف، يعني انا بفتح التلفزيون اشوف رئيس انبي طالع بقى ويمجد يا اخي ما بيتعادلوا مع الاهلي الواحد بيشوف حاجات والله العظيم ما بتحصل، يعني بقى دمنا بيتحرق. يعني مش هيبقى في المباراه بعد المباراه يعني، لكن ما عليه. زي ما بنقول عندنا مباراة بيراميدز تصحيح مسار، مباراة زد تصحيح مسار، ناخد فيها ال3 نقاط، نرجع نركب في الدوري تاني. زي ما بنقول بعدها مباراة الزمالك ما عندكش رفاهية. الجهاز الفني لو عايز يفوق يشوف معالجة الإصابات اللي احنا داخلين فيها ديت. احنا عندنا إصابات طبيعية وغير طبيعية. الإصابات الطبيعية واحد زي بتاع حسين الشحات خلاص دي إصابة، يعني واحد جاله شرخ فخلاص. لكن لعيب بقى يجي له بقى شد في السمانه يقعد له 17 سنه وبالتالي يستحلى السرير اللي هو قاعد عليه في المستشفى، في حاجه غلط عندنا في الاهلي. وما ينفعش يبقى احنا يعني اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي افريقيا يبقى عندك الاصابات بالمستوى ده. فمحتاجين ان احنا نستعيد لعيبه كبيره جدا زي ياسر ابراهيم، زي محمد الشناوي، زي حسين الشحات ربنا يقومه بالسلامه، زي اليو ديانج. ما فيش، احنا خلاص بشويه وهننزل خالد بيبو يلعب ونرجع عصام وقمصان ونجيب سيد معوض، فربنا يكون في عون. الاصابات اللي عندنا ديت ما فيش اي نادي يستحملها. لو في نادي في مصر عنده كميه الاصابات زي الاهلي ديت هيقع في دوري الدرجه الثانيه. فنامل ان شاء الله من عم كولر تصحيح المسار، ما ترحمش حد. عايز تسلم لعيب للجمهور الاسم والجمهور هيفوقه والجمهور هيروقه. نفس القصه، انت لازم تعالج مشاكلك، تبقى عارف المشاكل اللي عندك، يعني ما تعلقش شماعات. احنا ادائنا وحش، بتتكلم في اخر 6-7 مباريات على جميع المسابقات، فداخلين في مدعكه شهر ابريل زي ما بنقول بدايتها سيئه. فانت حاول بقى تصحح مسارك تفوق، عشان مش هنقدر نستحمل. انت عندك مباراه مثلا زي مازيمبي، لا انت هتكسبها توصل لنهائي افريقيا وهتلعب النهائي في ارضك، فبالتالي تحقيق نتيجه البطوله عالي جدا. فانت ليه تفرط في حاجه زي كده؟ وبالتالي عندك مباراه زي الزمالك، لو انا خسران وهلعب ببدلاء عن عمره ما شفته، لا لو هلعب بالناشئين هبقى عندي طموح ان انا اكسب. فده الاهلي او ده جمهور الاهلي. زي ما بنقول الناس بس تشم ريحه الدوري دي بالنسبه لنا كارثه. خدها البطوله ده حاجه غير طبيعيه بقى، وحصل حاجه في الكون يعني بقى ان شاء الله بتتعدل. فانت ما عندكش رفاهيه زي ما بنقول ان انت تخسر نقاط. فنامل ان شاء الله من تصحيح المسار. كابتن بقى خطيب وروح التدريبات يفوق اللعيبه، وجوده مهم جدا زي ما احنا متعودين في فتره حاسمه جدا. وزي ما بنقول الجهاز الفني عايز يصحح مساره. شوف الاصابات العضليه اللي عندك بتقعد بال7 سنين. فنامل ان شاء الله جمهور الاهلي من مباراه زد والزمالك ومباراه مازيمبي نفوق وربنا يكرمنا كده، وما نبقاش قاعدين ورا الشاشات الصربعه بقى نشوفها وحرقه الدم. احنا يعني الحمد لله
ما احناش حمل كده، ما احناش حمل الحاجات ديت. ما بالك الناس بقى اخواتنا الزملكاويه او اخواتنا بتوع بيراميدز اذا كان عندهم يعني مشجعين، فيعني بس الضغط والسكر ده احنا مش بتاعنا. ربنا يبعد عننا الامراض ديت، وربنا يحفظنا يعني جميعا يعني. نامل ان شاء الله زي ما بنقول من مباراه زد تصحيح مسار، اكسب المباراه، اركب في الدوري. مباراه الزمالك ما ترحمش، ادعك ابوه، بص صالح جمهورك، ما اعرفش مين اللي بيلعب بس هو كده. ده امبارح ما شاء الله طاهر محمد طاهر ربنا نفخ في صورته، والراجل امبارح يعني احسن ما يكون، احسن رفعه وهوب بيلم وهوب بيرفع وهوب جون. لا في امل اهوت يعني، فالحمد لله بفضل الله. امبارح كهربا امبارح سجل جونين جمال جدا. الجون الاولاني بتاع كهربا يعني بالراس يعني حاجه حلوه، وبعدين كهربا كان في ترتيب المهاجمين زي ما عم كولر بيقول الثالث، فلا ده ما يقعدش، وان انت تلعب مودست بالشكل ده حرام عليك. فلا كهربا راكب المهاجمين بتوعنا، واسامه ابو علي يجي منه زي ما بنقول. الكره امبارح اللي ضيعها يعني بانفراد والكره طولت منه على طول جت فينا جول. فعم اسامه ابو علي عايزين شويه تركيز. الحاجه الثانيه الجون الثاني بتاع كهربا كان جول جميل جدا امبارح من اسيست محمد هاني. لكن زي ما بنقول يعني الجونين كانوا حلوين، وكهربا كان اداؤه حلو وممتاز، لكن ده ما شفعش لينا امبارح، وان احنا اتعادلنا وفقدنا نقطتين مهمين جدا. نامل ان شاء الله من مباراه زد ان احنا نجهز البديل كويس جدا جدا، ويكون كل اللاعيبه جاهزه. المرقعه اللي كانت بتحصل في امبارح بتاعت امبارح ديت قدام انبي، واللاعيبه بتتمشى في الملعب مش عايزين نشوفها ولا عدنا نسمع عنها. فنامل لاعيبتنا تفوق، لاعيبتنا تركز، لان احنا يعني خلاص جبنا اخرنا.